أخبار يوم الثلاثاء مهمة وقصيرة. يقول المساعد الاقتصادي لرئيس الوزراء إن إمارة أفغانستان الإسلامية ملتزمة بالاستخدام السليم للموارد الطبيعية، وهذا العمل من أولوياتها. بدأ مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس الوطنية الحاج الملا فيض الله تميم والوفد المرافق له عملية مراقبة محطات ضخ النفط والمخازن في محافظة فرا بعد ولايتي هرات وكابول. التقى مولوي مطيع الحق خالص رئيس الهلال الأحمر الأفغاني برئيس الاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية نسفور مجندي بشأن الاحتياجات الإنسانية والمساعدات الإنسانية والتدابير اللازمة في أفغانستان. تم إعمار افتتاح رمز لخريطة العالم في تقاطع دهان باغ في المنطقة الثانية من مدينة كابول. هذا الرمز لخريطة العالم سيكون له حركة موضعية 12 مرة في الدقيقة، والتي تكلف 1,000,000 أفغاني وصممها مهندس أفغاني. أعلنت سفارة اليابان في كابول عن تقديم مساعدات قيمتها 100 مليون دولار لأفغانستان. تم تسليم مشروعين في مقاطعة ننجرهار تزيد قيمتهما عن 12 مليون أفغاني للاستخدام. قام الطاقم الفني في شركة بغلان للكهرباء بتشخيص وقطع عدد من الخطوط لمنع فقدان التيار الكهربائي. يريد البنك المركزي أفغانستان بانك بيع 16 مليون دولار أمريكي في المزاد العلني غدا الأربعاء. أصدرت المحكمة الابتدائية لمنطقة كوزكونر في مقاطعة ننجرهار تعزيرا ب39 جلدة على مرتكب اللواط. تم تطهير بعض مناطق المنطقة الثامنة من الاضطرابات العمرانية. من أجل تنظيم النظام الحضري تم تطهير شارع كارتناو تابا وبعض الأسواق الأخرى المرتبطة بالمنطقة المذكورة من الاضطرابات الحضرية نتيجة لجهود سلطات المنطقة الثامنة.